بيبدأ فيلمنا مع إمبراطور مملكة قن الصينية. الإمبراطور كان بيفكر في مشاكل المملكة، لكنه سمع صوت غريب وحس إن في حد بيراقبه، فأخد سيفه واستعد للقتال. وهنا ظهر 2 سفاحين من الظلام وهجموا بشراسة، بس الإمبراطور كانت ردة فعله سريعة وتفاداهم كلهم في ثواني. وهنا بيحضر الجنرال ومعاه مجموعة كبيرة من الجنود، لكن السفاحين قدروا إنهم يهزموهم بسهولة وحصروا الإمبراطور والجنرال في الآخر. وهنا شن انضم للقتال. شن شاب عنده 18 سنة، لكنه اتدرب على استخدام السيف من صغره ومهاراته خرافية ملهاش شبيه، وهزم كل السفاحين مع انهم كانوا اكتر منه في العدد. وبيتكلم شن مع الجنرال والامبراطور، وده علشان يفهم ايه القصة. وبنعرف ان في سفاح لسه عايش وكان هيقتل شن، لكن الطفل اوكاياما بيتدخل وبيرميه بسهم مسموم، والطفل ده بيكون صديق شن العزيز. وقبل ما السفاح بيموت قال ان المقاتل جي يونغ بيدور على الامبراطور، ولو قبله هيخلص عليه. طبعا شن استغرب لأن عمره ما سمع عن جي يونغ قبل كده، فالإمبراطور قال إن يبقى أقوى سفاح في البلد كلها وعمره ما خسر أي قتال في حياته. وهنا واحد من الجنود حضر وقال إن مملكة واي المنافسة موجودة على الحدود بجيش ضخم جدا، فشن قلق وعرف إن في حرب كبيرة هتحصل قريب. تاني يوم الإمبراطور أمر شن ينضم للجيش لأنه ماهر في القتال وهيساعدهم، فشن اتحفز بشدة وقال إن الوقت جه علشان يثبت قوته. ولما كان بيراقب الشباب المتطوعين للدفاع عن المملكة، بالصدفة بينج وأخوه بونج شافوه. بينج وبونج كانوا أصدقاء شن زمان. طبعا شن حس بسعادة كبيرة وطلب منهم يفضلوا مع بعض وقت القتال لأنه قوي وهيحميهم، فبينج وبونج ضحكوا عليه لأنه كان شاب ضعيف زمان. وبعد فترة قصيرة كل المتطوعين وصلوا ساحة واسعة وبدأوا يجهزوا نفسهم علشان ينضموا للجيش. وهنا شن لاحظ إن في شاب ملثم واقف لوحده، ولما حاول يتكلم معاه مردش عليه، فشن اتعصب بشدة وكان هيقتله لولا إن في شاب جدع اسمه كاي ظهر وقف القتال. في النهاية المتطوعين وقفوا في صفين لأن الجنرالات وصلوا. وهنا الجنرال وور بيقابل شان وبيعرف وول لأنه اتدرب معاه لما كان في قصر الإمبراطور، وسأله إيه اللي حصل في الحرب. فوول قال إن جيش مملكة واي دمر مدينة كاملة بدون أي مشاكل لأن قائدهم هو الجنرال جي يونغ، أقوى مبارز سيف وسط الجنرال كلها. فشن حس بالقلق الشديد. تاني يوم شن وأصدقائه جريوا لساعات طويلة، وده علشان يوصلوا لوجهتهم. وأول ما شن شاف أرض المعركة من فوق جبل عالي تحمس بشدة وقال إن وقت الحرب قرب. وبعد كده القائد أمر المتطوعين ينضموا للجيش ويقفوا في صفوف منظمة، وبالفعل شن نفذ الأوامر وكان جنبه بينج وبونج وكاي والشاب كمان الملثم. وأول ما القائد أعطى الأمر بالقتال الكل جري بأقصى سرعتهم، لكن جنود مملكة واي أخذ وضعية دفاع باستخدام الرماح. فشن أطلق بسرعة البرق وقفز بأقصى ما عنده لدرجة إنه تفادى دفاعات العدو ونزل وسطهم. وبعد كده بقى يخلص عليهم واحد ورا التاني لأنه بيتميز بمهارات أسطورية بممارسة السيف ومحدش كان قادر يوقفه. أما بقى الجنود اتحفزوا بشدة وحاربوهم بكل ما عندهم لأن شن ألهمهم وشجعهم على القتال لدرجة إن بونج استجمع قوته ودافع عن أخوه بونج مع إنه فلاح بسيط، وهما الاتنين اتحدوا مع زميلهم كاي. وفي وسط المعركة شن لاحظ إن جنرال العدو واقف على برج عالي، فجري من وسط الجنود بشجاعة وقفز عليه بدون خوف لحد ما أنهى حياته تماما، وخلى جيش مملكة واي يحسوا بالرعب وينسحبوا زي الجبناء. وطبعا المتطوعين حسوا بالسعادة لأنهم مجرد فلاحين وعمال، لكنهم قدروا يخوفوا الجنود. أما شن لاحظ موجة من الرمال جاية بعيد، فعرف إن في حاجة مرعبة هتقرب منهم، علشان كده جري وحاول إنه يبلغ أصدقائه، وكلهم بقوا مرعوبين ومش عارفين يتصرفوا إزاي لأن الجيش انسحب وسابهم لوحدهم. وهنا العجلات الحربية الخاصة بجيش مملكة واي ظهرت من وسط الرمال دي وبدأت تدمر كل اللي واقف قدامها. وبعد ما العجلات الحربية عدت شن وأصدقائه عرفوا إنها هترجع من جديد، وقال إنهم لازم يستعدوا ليها وإلا هيموتوا. فالشاب الملثم قال إنهم هياخدوا جثث العدو ويعملوا بيها حائط للدفاع عن نفسهم. فشن وبينج وبونج وكاي نفذوا الخطة في ثواني، وأول ما العجلات الحربية رجعت من جديد شن أظهر ضعفه وهرب لحد ما استدرجهم للحيطان ودمرهم تماما. فحس بالسعادة هو وأصدقائه وافتكروا إنهم كسبوا على كده، لكنهم اتفاجئوا بآلاف الجنود وصلوا للدعم. وهنا الشاب الملثم أظهر قوته للمرة الأولى وقتل 3 جنود بضربة واحدة بس علشان يحمي بونج. وللأسف كل المتطوعين ماتوا إلا شن وأصدقائه، وفضلوا يقاتلوا لوحدهم طول الليل والنهار لأن مفيش أي دعم وصل ليهم. ولما كانوا بيحاولوا يهربوا من أرض المعركة اتفاجئوا إن كل جنود مملكة واي حاصروهم من كل الاتجاهات. فشن قرر يقاومهم لوحده وأمر أصدقائه يهربوا، وبدأ شن إنه يطحن أعدائه بسهولة وما كانش في حد قادر يقف في طريقه، لكنه اتصاب بشدة وتعب من القتال. وهنا الشاب الملثم وصل علشان يساعده. في البداية شن افتكره ضعيف، لكنه لاحظ إنه بيستخدم أسلوب مبارزة سيف سري، وأول ما هجم اتحرك بسرعة البرق وسط الأعداء وقطعهم واحد ورا التاني بسهولة تماما. وهنا كانت المفاجأة،
لأن الشاب الملثم وشحه انكشف واتضح إنه كان بنت من البداية. طبعا شن اتصدم جدا لكنه استجمع تركيزه ورجع للقتال. وأول ما جنود العدو حصروا شن والبنت الملثمة، البنت أخدت إيديه وقفزوا مكان عالي في الضلمة وده علشان يهربوا منهم، بس من حسن الحظ وقعوا في مكان آمن. والبنت الملثمة داوت جروح شن، ولما شن فاق سأل البنت هي موجودة بالحرب ليه، فحكت ليه حكايتها وقالت إن اسمها نانا وتربت وسط عصابة من السفاحين، وأختها الكبيرة كانت ماهرة جدا، لكن لما جالها أمر إنها تقاتل الإمبراطور رفضت. علشان كده في يوم من الأيام أول ما نانا صحت من النوم اكتشفت إن أختها اتقتلت مع باقي السفاحين بسبب مخالفتها للأوامر، وخلصت عليهم لكنها ماتت في النهاية. فقررت إنها توصل لريو قائد جماعة السفاحين وتنتقم منه لأن أمر بقتل أختها، وده بسبب شغله مع مملكة واي. فشن قال لها ما تتهورش لأن الانتقام هيتسبب في قتلها ولازم تعيش لأنهم بقوا أصدقاء وحاربوا مع بعض. وتاني يوم الصبح بينجو وبانجو بقى أتباع شن كانوا مستخبين من الأعداء فوق جبل عالي، ولما كانوا بيتكلموا مع بعض اتفاجئوا إن شن جه ليهم وحسوا بسعادة كبيرة لأنه لسه عايش. لكنهم أول ما شافوا إننا اتصدموا لأنهم فاكرين إنه شاب زيهم وما يعرفوش إنها بنت. في الوقت ده قائد جيش مملكة واي اكتشف إن في جزء كبير من جنوده اتهزموا، وده كله طبعا بسبب شن، فأرسل قوات دعم ضخمة جدا وسيطر على أرض المعركة. أما الجنرالات حسوا بالخطر فانطلقوا للقتال هم كمان، وده علشان يساندوا بقى جنودهم. والحرب بدأت تاني من جديد. شن وأصدقائه شافوا تلة عالية من بعيد وقالوا إنهم لو وصلوا ليها هيقدروا يشوفوا كل اللي بيحصل في المنطقة، لكنهم وهم في الطريق للتل اضطروا إنهم يقاتلوا مجموعة من الجنود العدو. في البداية شن قاتل بدون خوف ودمر أي حد كان يقف قدامه، بس للأسف الأعداء كانوا كتير جدا وهو وأصدقائه اتحصروا. وهنا الجنرالات ظهروا على أحصنتهم وانضموا للقتال هم كمان، وطبعا شن حس بسعادة لأن الدعم وصل أخيرا. أما قائد الجنرالات حياه على قوته لأنه قدر يهزم العجلات الحربية هو وأصدقائه، وطبعا الكلام ده حمس شن جدا وانطلق للحرب بعزيمة وإصرار أكتر من الأول. قائد الجنرالات وشن قدروا يحددوا مكان قائد الجيش العدو، لكنهم علشان يوصلوا ليه اضطروا انهم يعبروا الغابة، وهناك قتلوا مجموعة تانية من الجنود. وفي أول القتال شن قدر يخلص عليهم بسهولة وركب على واحد من الأحصنة، فقائد الجنرال طلب منه يجي معاه علشان يقتلوا قائد جيش العدو ويسيب أصدقائه وسط الغابة. في البداية شن كان متردد لكن أصدقائه طلبوا منه يكمل طريقه وقالوا له إنهم هيكونوا بخير، وبالفعل شن انطلق مع قائد الجنرالات. أما بينجو وبونجو وكاي ونانا استمروا في القتال بأرض المعركة، ولأن نانا سفاحة ماهرة محدش كان قادر يوقفها، لكنها تعبت من كتر القتال. وبالصدفة لاحظت إن بونجو مصاب في رجله فحاولت إنها تنقذه بسرعة، لكنه استسلم وقال إنه هيموت في المكان ده وخلاص إنه مش هيقدر ينجو بحياته. فنانا افتكرت كلام شن ليها وقالت لبونجو إنه لازم يقاوم لحد آخر نفس ويفضل حي علشان أخوه بونجو بقى أصدقائه. في النهاية بونجو سمع كلام نانا ورجع للقتال من جديد. أما شن وقائد الجنرالات وصلوا المكان اللي قائد الجيش العدو موجود فيه، لكنهم أول ما قربوا منه على أحصنتهم اتفاجئوا بقناصين ماهرين قذفوهم بسهام مدمرة قتلت جزء كبير منهم. لكن شن ما استسلمش هو وقائد الجنرالات وكملوا بدون خوف لحد ما اخترقوا دفاعات العدو ونزلوا فيهم طح، بس للأسف قائد الجنرالات اتصاب بشدة وما كانش قادر يقف، فقائد الجيش العدو استهتر بيه. وهنا قائد الجنرالات غفله وطعنوا في رقبته. ولما جنود مملكة واي شافوا إن قائدهم مات حسوا بالرعب جدا وبدأوا إنهم ينسحبوا زي الجبناء. ولما شن أنهى قتاله وحضر علشان يطمن على قائد الجيش، فالقائد قال لشن إنه شاب شجاع وهيبقى جنرال عظيم في يوم من الأيام، وبعد كده مات. وكل الجنود حسوا بالحزن عليه. وهنا نانا وباقي الأصدقاء حضروا أخيرا، وشن كان حاسس بسعادة لأنهم لسه عايشين. في النهاية الجنود قالوا إنهم هيدفنوا جثة قائد الجنرالات وطلبوا من شن يبلغ كل اللي حصل للإمبراطور، لكنه وهو راجع القصر الملكي اتفاجئ بجيش ضخم جدا. وطبعا شن واصدقائه اتصدموا جدا لان الجنود بيكون عددهم كبير وعرفوا ان الحرب لسه ما انتهتش، فقرروا يرجعوا المعسكر علشان يستعدوا للقتال. وهنا الجنرال اوكي ظهر، والجنرال اوكي محارب قوي مملكته تانية وحضر علشان يساند شن واصدقائه. ده غير ان شن بيحترمه جدا ونفسه يبقى مقاتل اسطوري زيه. لكن اول ما بدأ يتكلم فجأة جنرال مقنع مع اتباعه نزل ارض المعركة مع جنوده واخترق دفاعات العدو بدون خوف لحد ما دمر كل اللي واقف بطريقه، لدرجة ان العجلات الحربية بدأت تطارده. طبعا شن ما كانش مصدق عينه من اللي بيحصل ده، فأوكي قال انه لازم يبقى شجاع علشان يبقى جنرال قوي في يوم من الايام. فشن اتحفز بشدة واخد حصان علشان ينزل ارض المعركة ويثبت قوته قدامه. في البداية انضم للجنرال المقنع واستخدم مهاراته الخرافية بالقتال، وده علشان يدمر العجلات الحربية اللي بتطاردهم واحدة ورا التانية. والاتنين اخترقوا دفاعات العدو لحد ما وقفوا وش في وش قصاد جي يونغ واللي عمره ما خسر قتال في حياته. وهنا الجنرال المقنع اتحدى جي يونغ في مبارزة وش لوش، فجي يونغ قبل التحدي بدون تردد والاتنين انطلقوا للهجوم. لكن الجنرال المقنع ردة فعله أسرع من البرق وقدروا انه يتفادى ضربة جي يونغ على آخر اللحظة وخلص عليه تماما. فشن اتصدم من مهارته الخرافية
وكل جنود مملكة واي وقعوا على الأرض من الصدمة واستسلموا. وبعد القتال شن رجع لأصدقائه من جديد، وكان حاسس بسعادة لأنهم أثبتوا قوتهم في أرض المعركة مع أنهم كانوا متطوعين بسطاء. ده غير إنه ودع نانا في حزن وقال إنه هيقابلها تاني في يوم من الأيام. وده كان ملخص فيلمنا، فما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وده علشان يوصل لكم أقوى ملخصات الأفلام.